نحن كنساء المنطقة الجنوبية ونظرا لما يحدث في نساء شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر قتل النساء الذي يجري عامة وفي مناطقنا خاصة، وبأن العنف الذي يحدث ضد المرأة والعنف لا يزال منتشرا على نطاق واسع، وهذه الظاهرة الأكثر تطرقا فهي خرقت جميع الحدود الاجتماعية والأخلاقية في المجتمعات من قبل الذهنية الذكورية. وهناك أكثر من 12 حالة قتل خلال هذه الشهر، من قتل متعمد في ذريعة الشرف والقتل الممنهج وبأساليب مختلفة مثل الانتحار والحرق والطلق الطائش وعن طريق الخطأ. ولكن عند تتبع المواضيع وسياق الحقائق مع الجهات المعنية نرى بأنها قتلت من قبل الرجل الذكوري كان زوجا أو أخ أو الأقارب في ذرائع واهنة وغير حقيقية بتاتا تحت مسمى العادات والتقاليد التي غسلت العار والشرف. وبالرغم من إنجازات المرأة وإثبات هويتها ومطالبة حقوقها ووعيها ذاتها في مناطقنا خلال سنوات الحرب في سوريا لكسر المرأة وإرادتها الحرة لنفسها في مجتمعنا، علينا أن نسلط الضوء على هذه الممارسات وبذل الجهود والتحديات لنصل أصواتنا ولنساء الجهات المعنية من منظمات إنسانية وحملات توعية على العالم أن يتحرك بحقيقة المناهضة العنف ضد المرأة وحماية النساء أجمع ومحاسبة مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى المحاكم وأخذ حق جميع النساء اللواتي قتلن الرحمة لأرواحهن الطاهرة. المرأة حياة حرية، الحرية للقائد. المرأة حياة حرية. المرأة حياة حرية. المرأة حياة حرية. المرأة